مساء الخير. أحب أقول لكم في الأول كده، اللي مش بيستحمل أو قلبه ضعيف يقلب الفيديو. النهاردة مش هنحكي عن جريمة عادية. احنا هنحكي عن مأساة هزت مصر كلها، قضية الأم اللي قتلت ابنها وقطعته. في إبريل 2023 في قرية الشعراء التابعة لمركز فقوس بمحافظة الشرقية، بيت عادي في أم في 37 من عمرها اسمها هناء محمد حسن، وزوج مسافر وطفل عمره 5 سنين اسمه يوسف سعد. حياة تبدو طبيعية لكن وراها سر خطير. الأم دي كان عندها تاريخ مع المرض النفسي، بس المشاكل الحقيقية بدأت قبل الجريمة بفترة قليلة. بدأت تظهر عليها تصرفات غريبة، تتخيل حاجات وتسمع أصوات بتكلمها، لكن محدش يهتم بالموضوع. في يوم الجريمة المشؤوم، الأم بتسمع أصوات في دماغها بتأمرها تعمل حاجات غير إنسانية. في لحظة من لحظات الغياب عن الوعي، الأم بتنفذ الأمر ده وبتحضر عصا خشبية وبتنزل بيها على راس يوسف ابنها اللي عنده 5 سنين 3 مرات لحد ما يوسف بيموت. بس القصة ما خلصتش، وده اللي بيخليها أبشع جريمة. بعد ما قتلته، الأم بتجيب ساطور وبتقطع جثته ل3 أجزاء، وبتحط جزء في وعاء بلاستيك وتشيله في الدولاب، وجزء في التلاجة، وجزء طبخت منه وأكلت منه. اللي اكتشف الجريمة عم الطفل، راح يزورهم لقى الأم في حالة غير طبيعية، ولقى أجزاء من الجثة في المطبخ. اتصل بالشرطة على طول. الشرطة بتيجي تلاقي الأم في حالة من الغياب التام عن الواقع. في التحقيقات الأم بتعترف بكل هدوء وبتقول إنها كانت بتعاني من هوس قهري بسبب خوفها الشديد على ابنها، وإنها اعتقدت إنها لو قتلته ورجعته لبطنها تاني هتحميه. في المحكمة الأم بتغير أقوالها وبتقول إنها عملت كده بسبب السحر، وإن في شيخ قال لها إنها مسحورة، وإن والدها كان بيجيب لها شيوخ ودجالين عشان يطلعوا من عليها السحر ده. والقضية انتهت بحكم قضائي وهو براءة، بعد تقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية أكدت إن الأم كانت فاقدة للوعي والإدراك وقت ارتكاب الجريمة، وتحولت على مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعصبية في القاهرة. القصة دي بتفتح عيوننا على مشكلة كبيرة في مجتمعنا، فكرة إننا بنخاف من المرض النفسي وما بنعتبروش مرض حقيقي. لو كانت الأم دي لقت رعاية صحية ودعم حقيقي في الوقت المناسب، هل كان ممكن نتجنب المأساة دي كلها؟ القصة دي مش بس عشان نخاف ونقول يا ساتر يا رب، القصة دي عشان نفهم، عشان نعرف إن الصحة النفسية مهمة جدا زي الصحة الجسدية. عشان لو لقينا أي حد حوالينا بيتغير في تصرفاته بشكل غريب، ما ندلوش ظهرنا ونقف جنبه، نقف جنبه بجد وندعمه. شاركونا رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.